مسلسل لعبة الحبارة 2024 7 حلقات، هلخصهم لك كلهم يا صديقي في فيديو واحد. استنى بس عليها في البدايات علشان تستمتع بالحبكة الدرامية. قبل ما ندخل في الجزء الجديد هفكرك بالموسم الاول. لعبة الحبارة يا صديقي عبارة عن منافسة في غاية السرية بتتم على جزيرة بعيدة محصنة ومستحيل اقتحامها. اللعبة بتكون من مجموعة تحديات تبان انها سهلة، لكن في حقيقة الامر بتكون صعبة جدا، خاصة لما بتعرف ان اللي بيخسر بيموت فيها. ده مش بس كده، كمان بيسرقوا كل اعضاء من القلب للكلية للعين حتى البنكرياس، وفي الاخر بيحرقوا اللي خلفوه. المسؤولين عن اللعبه بيختاروا المتسابقين بمواصفات معينه، اشخاص اتكتب عليهم الفشل، خسروا كل فلوسهم والديون تراكمت عليهم، بيتم خداعهم للمشاركه في المسابقه اللي هتكسبك مليارات علشان يكتشفوا بعدين خازوق مغري. الموسم اللي فات من اللعبه فاز سيونج اللي كان داخل علشان يوفر حق عمليه والدته، وببركتها هو الوحيد اللي خرج من 400 شخص كلهم ماتوا واتفكوا اعضاء بشريه. لكن بعد ما كسب الفلوس دي كلها اتصدم ان والدته ماتت، وبالرغم ان سينج فاز ب 45 مليار ين، يعني بقى ملياردير، لكن مش عارف يستمتع بالفلوس دي ولا حتى بيعرف ينام من الكوابيس اللي بتجيله. وارواح ال 399 شخص اللي اتقتلوا بيطاردوه في كل احلامه علشان ينتقم لهم. علشان كده سيونج بيقرر ياخد قرار خطير، وبيقرر انه يسخر الفلوس دي كلها للوصول للمسؤولين عن اللعبه دي والقضاء عليهم. بيبدا الجزء الثاني ببطلنا سيونج اللي بيتحرك في المطار ومسافر، وده حسب اتفاقه مع اداره اللعبه. قال ايه ضارب لي شعره الوان وكأن محدش يعرفه. هيروح يستمتع بالفلوس ديت في اي بلد تانية ويمسح الماضي باستيكه، لكن فجاه بيقف وبيقرر ما يسافرش. لحظتها موبايله بيرن وبيكون مدير اللعبه اللي شاف سيونج من كاميرات المطار، وعرف انه غير رايه ومش هيسافر، وبنبره تهديد بيساله رايح على فين يا نجم، مفيش قدامك مكان تهرب له، والاحسن انك تسافر دلوقتي وتبعد وتبدا صفحه جديده مع الحياه. لحظتها سيونج بيبص حواليه مرعوب، والراجل بيستمر في تهديده انه هيندم لو مركبش الطياره، لكن سيونج مش بيستسلم للخوف وبيهدد المدير وبيقول انا بقى هلاقيكم وهوقف الالعاب ديت بالقوه. بيخرج من المطار وبيركب تاكسي وبيطلب من السواق يوديه على مدينه سيول. شويه وبنشوفه في محطه بنزين بيدخل الماركت وبيشتري سكينه، بعدين بيدخل الحمام وهناك بيقلع هدومه كلها وبيبتدي يدور بجنون على مكان شريحه التتبع. ما هو مش طبيعي كل ما يروح مكان يعرفوا طريقه، وبالفعل بيكتشف انهم زارعين له الشريحه ورا ودانه، ومن غير تردد يا صديقي بيشق الجلد وبيخرجها وبيرميها في الحوض. ما هو اللي شافه برده ما كانش شويه في الجزء الاولاني يا صديقي خلى قلبه حجر. في نفس الوقت ده على الجانب الاخر بنشوف الضابط هانج محجوز في المستشفى نايم وبيحلم بلحظه ما اتضرب من شخص مقنع بالنار، المفروض انه اللي بيسيطر على اللعبه. ولما بيقلع القناع بنكتشف ان سيوم اخو هانج الكبير الجاحد بيقرر يقتله علشان ما يعرفش سر اللعبه. فجاه بيقوم هانج مفزوع من الكابوس اللي مش مخليه يعرف يتهنى بنومه. بعد ساعتين بالتمام والكمال بيكون هانج اتنقل لاداره المرور بمزاجه، وفي نفس الوقت ده كان قافش شاب بموتوسيكل وبيديله مخالفه. البرنس كانت واخداه الجلاله وافتكر نفسه سايق مرسيدس وماشي بسرعه كبيره تخطط الرادار، والداهيه انه بيعرض على هانج رشوه. لكن ما بين كل الظباط الفاسده في سيول بيطلع حظه مع هانج اللي مش بيقبل بالرشوه، وبيقول له تعرف لولا انك عيل صغير كنت زمان قبضت عليكم مرمي في الحجز دلوقتي. صاحبه الشاب بقى بتقول له ما يجيبها لستاتها، استنى عليا انا هخليه يلغي الغرامه. لكن بدل من كده بتنزل تعاكس هانج بكل بجاحه، وبتكون معجبه بوسامته وعايزه تتصور معاه، والشاب اللي معاها دماغه بتتقلب وبيسيبها وبيمشي، فبتجري وراه لكن بيقول لها خلي الظابط يوصلك يا حلوه. شويه وبيجي له زياره مفاجاه من رئيسه القديم في اسم جرائم الكبرى اللي مش عاجبه قرار هانج بنقله للمرور لانه بيعتبره اخوه الصغير، وبيقول له مستخسرك يا اخي ظابط شاطر زيك يدفن نفسه في المرور كده. بيعزمه على الغدا وبيعرض عليه يرجع لاسم الجرائم الكبرى، لكن المشكله ان هانج لسه مصر ان في لعبه اسمها لعبه الحبار، وبياكد له ان هو كان هناك بنفسه وانهم مجرمين ولازم نقبض عليهم. لكن الرئيس مش بيصدق قصته وبيقول له احنا دورنا في المكان اللي انت وصفته يا هانج ومفيش اي دليل، كمان الصور ضاعت وموبايله وقع في البحر. ولما بيساله عن شكل اللي ضربه بالنار بيكذب وبيقول له مش فاكر. هيقول له ايه يعني؟ هيقول له اخويا الكبير هو اللي بيدير اللعبه وكان هيقتلني. في الوقت ده بنشوف راجل ومراته بيتخانقوا في الشارع، واحد كامش في الضلمه بيراقب. سيونج بيكون في شقته السريه وفجاه بيرن الجرس بشكل مزعج، والصادم ان الجرس بيرن لكن على الكاميرات مفيش حد ظاهر، بيرن لوحده ده ولا ايه؟ فبيخرج سيونج المسدس وبيقرب من الباب بحرص، وفجاه كارت صغير بيتزحلق من تحت الباب عليه 3 رموز دايره مربع مثلث يا صديقي. بيبتدي يفتح الباب علشان يتفاجئ ان رئيس اللعبه بنفسه واقف قدامه وبيناديه باللاعب رقم 456، وده كان رقم سيونج لما كان في اللعبه. الراجل بيقول له انا عارف انت بتدور على ايه، وبيرفع راسين مقطوعين للزوجين اللي كانوا بره، فبيصرخ سيونج وبيصحى من الكابوس. المرعب انه بعد ما بيصحى على طول الجرس بيرن بشكل هستيري، وده اللي بيربك سيونج، لكن لما بيفتح بيكون السيد يانج. واللي يفتكر الجزء الاول فالراجل ده اللي سيانج كان مديون له بمبلغ كبير، لكن دلوقتي رجع له فلوسه وزياده. ده كمان دلوقتي مشغل السيد يانج ورجالته معاه علشان يدوروا له على اي حاجه توصله لمكان اللعبه او للمسؤولين عنها. بقاله سنتين بيدفع لهم فلوس بالكوم ومسرحهم في محطات المترو، بيدوروا على شخص بمواصفات ولبس معين، والشخص ده بيشتغل مع اداره اللعبه وبيستهدف الفقراء وضعاف النفوس في محطه
المترو القديم، بيخدعهم وبيكسبهم فلوس عن طريق لعبه الكوتشينه الحمراء والزرقاء، وبعد ما بيغريهم بيدوهم الكارت عشان ينضموا لعبه الحبار. سنتين يا مؤمن بقى السيد يانج ورجالته بيدوروا وما وصلوش لحاجه، لكن سيونج ما فقدش الامل، بالعكس بيقرر يكثف البحث، وقال لي يانج انا عايزك تزود الرجاله وتبذلوا مجهود اكبر، وبيدوله شنطه مليانه فلوس من الورق ام 5000، وبيقول له عايزك توظف جيش كامل وظيفته حاجه واحده بس، يدور على المندوب ابن الهرمه ده، لانه اكيد حاليا بيجند ضحايا جدد ومش عايزين نضيع فرصه في القبض عليه. بينزل السيد يانج رجالته في العربيه وبيطلب منهم يجيبوا كل الشباب اصحابهم وقرايبهم والدفع مقدم، لكنهم بيكونوا محبطين لان بقالهم سنتين بيدوروا بدون جدوى، وبيقولوا شكل سيونج ده مجنون وبيتخيل ومفيش حاجه اسمها لعبه الحبار. حتى السيد يانج يا صديقي ما كانش مقتنع زيهم، لكن لما بيعرفوا ان المكافاه 2 مليار لو لقوا بس بتاع الكوتشينه ده، لحظتها الحماس بيدب في عروقهم وبيقرروا يعملوا المستحيل. كمان كان في ناس كتير مديونين ليه اختفوا فجاه واكيد شاركوا في اللعبه دي. في الوقت ده الظابط هيانج بيروح المينا وبيقابل صياد في مركب اسمه بار، وبيطلعوا يدوروا على الجزيره اللي بيتعمل عليها الالعاب. هانج بيكون زي سيونج عايز يوقف اللعبه، والمفاجاه ان الصياد ده هو نفسه اللي انقذه بالصدفه بعد ما انضرب بالنار من اخوه وقع في البحر. الراجل بيكون زهق يا صديقي وبيقول له يا ريتني ما انقذتك. بيقول له يا مؤمن بقالنا سنتين بندور على الجزيره الوهميه بتاعتك دي، فلنا كل الجزر في المنطقه ومفيش جديد. بنرجع للسيد يانج في اليوم التاني بيجمع فريق كبير وبيروق عليهم علشان يدوروا على بتاع الكوتشينه. التعليمات واضحه، يفتشوا كل محطه في مترو سيول، وبيبدا ينظم الجيش ده مجموعات، كل مجموعه تدور في محطه، وبيأكد عليهم يتصوروا سيلفي ويبعتوا له الصور علشان يتأكد انهم بيأدوا شغلهم، وبيوعدهم بمكافأة $1,000,000 للي هيلاقي الشخص المطلوب. وبيبتدي البحث وبتمر الايام ومفيش جديد يا صديقي. في الوقت ده وفي المترو السيد يانج ومساعده وون كانوا عمالين يتخانقوا. يانج بيقول له مستحيل نكون بندور على وهم، الراجل عمال يدفع فلوس ومستعد يدفع مليارات اهو، يعني الراجل مش مجنون. وخلال ما المساعد وون بيحاول يقنعه ان الموضوع كله خيال، فجأة يا صديقي بيسمعوا صوت خبط، بيبصوا بيلاقوا ايه؟ ايوه مظبوط، الشخص اللي الكل بيدور عليه وبنفس المواصفات اللي قال عليها سيونج، واقف على الرصيف برنس وبيلعب مع ضحيه جديده. انت كسبت تاخد فلوس، وانا لو كسبت هطرقعك قلم محترم على صداغك. واللعبه مستمره يا صديقي، وما بيكونوش مصدقين نفسهم وعلى طول بيتصلوا بسيونج اللي بيطلب منهم يفضلوا وراه وبيحذرهم يحتكوا بيه لحد ما يوصل لهم، واوعوا يفلت من تحت عيونكم. فيانج بيقول له يفلت من مين؟ ده بقاله سنتين ملففني 7 دخات ابن الهرمه. شويه وبنشوف الراجل خد الكارت بعد ما لعب الكوتشينه، خطيبته بتتصل بيه لكن مش بيرد، والمفاجاه ان هي كمان معاه نفس الكارت، وبتكون في عياده ولاده وكانت مقرره تسقط الجنين، لكن لما الدكتور بينادي عليها بتكون اختفت واتراجعت عن قرارها. بنرجع للسيد يانج والمساعد وون لسه قاطرين مندوب اللعبه وبيشوفوا منه العجب يا صديقي. في الاول بيدخل مخبز وبيشتري كميه كبيره من السندوتشات، تقريبا 100 سندوتش، ده كمان بيشتري 100 ورقه يا نصيب. بعدين بيروح على حديقه عامه وهنا بيبدا اللعبه الحقيقيه، بيبتدي يخش على المتشردين والفقراء وبيخير كل واحد فيهم ما بين سندوتش او ورقه يا نصيب، وبالرغم انهم جعانين لكن في كل مره كانوا بيختاروا اليا نصيب على امل الزهر يلعب والدنيا تحلو وياكلوا سوشي في الجو، لكن للاسف الزهر ما بيلعبش ولا حاجه. وفجاه المندوب بيقف في نص الحديقه وبيبص لهم باستحقار وبيرمي كل السندوتشات على الارض، وهوب المندوب بيصدمهم وبيبتدي يدوس عليهم وبيعلي صوته وبيقول لهم ان هم اللي رموا النعمه ديت مش هو، هم اللي اتخلوا عنها علشان ورقه اليا نصيب وحلم الثراء السريع. سيونج بيكون داخل عليهم وبيكون مستعجل وبيكسر الرادار البوليس، والمفاجاه ان اللي بيوقفوا الظابط هانج، لكن بيبعت متدرب جديد يتعامل مع الموقف، وبالمناسبه لو شافه هيعرفوا لانه كان معاه في اللعبه. في الوقت ده المندوب بيركب تاكسي والرجاله بياخدوا التاكسي اللي وراه وبيتصلوا بسيانج، لكن بيكون مشغول مع الظابط اللي بيديله مخالفه. بعدين الظابط الصغير بيرجع لهيونج اللي بمجرد ما بيشوف اسم سيونج بيفتكره لكن بيكون مش متاكد. بنرجع ليانج ويون اللي لسه سيونج ما وصلهمش، ويانج بيقول ان احنا نهجم عليه دلوقتي ونسلمه مشفي لسيونج او نحلل القرشين، وبيجامد قلب وون وبيقول له احنا 2 وهو 1 والمكافاه مستنيانا يا نجم. بس المفاجاه لما حاولوا يهاجموه المندوب بيتحول لبروسلي وبيدوهم علقه معتبره وبيخطفهم. في الاسم بقى يانج كان بيدور على اسم سيونج الثلاثي، وبمجرد ما بيشوف صورته بيتاكد انه هو نفس اللاعب اللي قابله على الجزيره تحت المطر لما كان بيدور على اخوه. في الوقت ده سيونج بيوصل للمكان ومش بيلاقي يانج وبيفقد الاتصال بيه، مفيش غير بقع دم في المكان. المندوب بقى كان واقف فوق البرج رايق وبيراقبه في صمت، وبالنسبه للرجاله بيكونوا متكتفين ومتكممين، والمندوب بيقول لهم ان هم هيلعبوا حجره ورقه مقص بايدهم الاثنين، وبيحطوا رصاصه في مسدس روليت روسي وبيسيب 5 فتحات فاضيين، وبيعرفهم ان اللي هيخسر هياخد طلقه، وبيبتدوا يلعبوا وهم مرتبكين واعصابهم متدمره خالص، وبيقعد يجرب عليهم مره هنا ومره هنا لحد ما المندوب بيزهق وبيسخن اللعبه وبيزود 4 رصاصات كمان، وبيقول كده الفرصه 1 من 6. فبيقرر يانج انه يضحي وبيخسر بمزاجه، والمندوب بيضربه وبتكون الطلقه، وون بقى بيكون مصدوم وخايف وبيعترف اللي وظفهم سيونج. شويه وسيونج بيرجع لاوضته في الفندق وبيلاقي النور مولع، ومين قاعد
مستنيه. ايوه هو يا صديقي المندوب، وبيقول له يا اخي كان لازم تركب الطياره وتسافر، لكن اكبر غلطه عملتها انك قررت تتحدانا. فبيقول له سيونج على فكره انت ظالمني، انا كنت بدور عليك علشان اقول لك شكرا انك دعيتني للعبه اللي كسبت فيها ثروه كبيره. وبيطلب ان هو يقابل الشخص الكبير، وهنا المندوب بيبتسم وبيحكي قصه غريبه، وخليني احكي لك الحكايه. بيقول انه في يوم كان بيحرق جثث في اللعبه وكان المفروض يقتل واحد، لكن اكتشف ان الواحد ده يبقى ابوه. عارف بقى عملت ايه وقتها؟ قتلته بنفس راضيه. الكلام ده بيخلي سيونج يحتكره ومش بيخاف، وبيقول له انت مجرد كلب عندهم، وعمرك ما هتدرك حجم المعاناه اللي بتتسببوا بيها لانك ما جربتش احساس انك تكون ضحيه في الالعاب دي. وبيستفز المندوب اللي بيقرر يلعب لعبه حالا، وبيبتسم ابتسامه مخيفه وبيقول له احنا فيها، وبيحط رصاصه في المسدس وضربه عندي وضربه عندك، بس الجديد ان احنا مش هنلف البكره غير مره واحده، يعني بعد 5 طلقات بالكتير واحد فينا هيموت. الجو بيكون متوتر والاتنين محظوظين، 1 2 3 4 ومفيش حد بيموت لحد ما بيوصلوا للطلقه الخامسه اللي بتكون من نصيب سيونج، وفي ايده المسدس يا صديقي. فبيبتسم المندوب وبيقول انا عارف انك بتفكر في ايه دلوقتي، بتقول يا واد يا سيونج اضربه برصاصه او رصاصتين وانجب حياتك، خاصه لما اعرفك ان مفتاح الوصول للمسؤول عن اللعبه في جيبي، بس الاول لازم تعترف انك مجرد حقير مش احسن من حد، وانك كسبت اللعبه بالحظ مش المهاره. هنا بيكون رد سيونج الساحق يا صديقي، وبشجاعه مجنونه بيوجه المسدس على دماغه، ومع فرصه نجاه 15% بينجو والطلقه بتخيب، وبيكون الحظ حلفه ابن المحظوظه. انما المندوب بيكون خلاص عرف ان ديت الطلقه السادسه والاخيره، يعني ميت لا محال، الا بقى لو قتل بها سيونج. لكن في الحاله ديت سيونج بيقول له نفس الكلام، لازم تعترف الاول انك مجرد حقير. لكن هنا الصادم يا صديقي ان المندوب علشان يثبت ان هو مش حقير بيقتل نفسه وبيخلص نفسه من الحياه. في الخارج بقى بيكون هيانج اللي كان بيتابع سيونج وبيسمع صوت ضرب نار، فبيدخل بسرعه وبيدور على مصدر الصوت، وفي احدى الغرف بيلاقي وون مساعد يونج مربوط ومتكمم على السرير فبيفكه. في نفس الوقت ده سيونج كان بيفتش جثث المندوب بيدور على المفتاح اللي كان بيقول له عليه، وبيطلع ظرف اسود، وهنا هيانج بيدخل في ايده المسدس وبيقرر يقبض عليه. بس المفاجاه وون بيظهر من وراه وبيضرب الظابط على دماغه. سيونج بيقول له انت مين؟ قال له يا عم انا المساعد ودراع اليمين بتاع يانج، سمعت عنك كتير بس ما حصليش الشرف واتقابلنا. سيونج بيفتح الظرف وبيلاقي مكتوب فيها 31 اكتوبر نص الليل نادي HDH، فبيعرف ان مدير اللعبه هيكون في المكان والزمان ده. في احدى الجراشات العامه الحارس بيقرب من عربيه فيها واحده نايمه، فبتقول له ان هي بتشتغل في مدينه الملاهي اللي هنا، واقفه في الجراج عشان عندها شيفت الصبح، ولما بيحسها طيبه بيكتفي بتحذيرها، وبيقول لها من بكره تشوف لها مكان تاني تجرش وتنام فيه لانها بكده بتاذيه في شغله. بنرجع للفندق وسيونج رابط هانج في البانيو علشان يأمن شره، وبيتكلموا عن مقابلتهم الموسم اللي فات، وهانج بيوضح له ان هو كان هناك علشان يدور على اخوه، وسيونج بيقول له ان انا ما قتلتش المندوب، والحقيقه ان المندوب اجبره يدخل في لعبه وخسر فيها، وبيعرفوا خطته لهانج وانه عايز يوقف اللعبه باي ثمن وينقذ ارواح الاف الابرياء، وهدفه كان انه يوصل للمدير وبيسال هانج لو يعرفه، لكن هانج بينكر انه يعرفه بالرغم ان هو يبقى اخوه، وبيقرر يتعاون مع سيونج طالما هدفهم واحد، وبيطلب منه يفكه لانه صديق مش عدو، وبياكد له انه هينفعه كتير لانه كان حارس في المؤسسه دي. المشهد اللي بعده بياخد هانج وون لمبنى مهجور، وفي احدى الغرف بنشوف مليارات مكدسه تامن اجيال يا صديقي، ودول تقريبا كل الجايزه اللي اخدها ما صرفش منها الا القليل لانه شايف ان الفلوس ديت متعصب اصحاب دمه اللي ماتوا. سيونج بقى بيقرر يستهلك كل الفلوس ديت في سبيل ان هو يقضي على اللعبه، وبيعرض على هانج اي مبلغ مقابل مساعدته، لكن هانج ما بيكونش هدفه الفلوس وهدفه القضاء على لعبه الحبار، وون كمان بيكون عايز ينتقم لرئيسه اللي اتقتل اللي كان مربيه وبيعتبره اخوه الكبير. غير الفلوس بقى صديق سيونج بيكون عامل ترسانه اسلحه من كل الانواع، والخير كان كتير الصراحه، ده كمان عامل مكان للتدريب، وبيقول له انا عايزك تجمع فريق كبير بشرط يكونوا محترفين في استخدام الاسلحه. شويه وسيونج بيروح للمنطقه اللي كان ساكن فيها زمان، وبيشوف الطفل اللي اداه لمامة صاحبه اللي مات في اللعبه. الطفل بيكون كبر ودخل المدرسه، والعجوزه كانت بتحبه جدا ومعتبراه زي ابنها. على الجانب الاخر بنتعرف على سيول اللي للمره الثالثه بتروح للمحقق الخاص ده، وبتطلب منه يدور على ابنها اللي اتخطف من زمان، والمحقق بيكون متعصب وبيحاول يوضح ان مفيش اي معلومات ومفيش امل، خاصه ان هو حاول مرتين قبل كده وفشل، فبتديله فلوس كتير وبتترجاه يحاول مره كمان. وبالرغم انه واضح ان معاها فلوس كتير لكن كانت بتشتغل ارنوبه في الملاهي. في الوقت ده بيكون في طفله صغيره اسمها ايم مع باباها، وبتلمح الدبدوبه بتوزع مصاصات على الاطفال لكن بتعدي من عليها وبتتجاهلها، والبنت بتكون حزينه ونفسها مكسوره، لكن فجاه بتظهر سيول بلبس الارنوبه
ارنوبه وبتديها مصاصه، وشويه بيرجعوا غرفه الملابس وما بيصدقوا يشيلوا الاقنعه اللي كانت خانقاهم، لكن فجاه بتدخل الطفله ايم فبيلبسوا الاقنعه بسرعه، وده علشان ما يدمروش خيال البنت. الطفله بتقرب من سيول وبتديها ورقه رسمه نفسها ايديها في ايد سيول والايد التانيه المصاصه يا صديقي. هنا بقى بيدخل واحد صاحبهم غبي وبيقلع القناع وما بياخدش باله من الطفله اللي بتتفزع وبتصرخ، وبيحاولوا يهدوها لكن مفيش فايده، لحد ما بيوصل باباها وبياخدها في حضنه وبيخرج بيها. وبنعرف ان باباها بيشتغل رسام متجول في المنطقه، وللاسف مصابه بالسرطان الدم يا صديقي. يعني ايامها على الدنيا معدوده، او يمكن مفيش ايام اصلا، لان فجاه البنت تفقد الوعي وبتقع على الارض. وفي مساء نفس اليوم ده بالليل الراجل بيقرب من عربيه سيول وبيديها كارت، وبيكون كارت دعوه للعبه. اليوم اللي بعده هانج بيزور قبر مرات اخوه دلوقتي اللي بقى ما شاء الله موديل لعبه الحبار، والام مقتنعه ان اخوه عايش، وبتقول له لو عايش يبقى كده هيزور قبر مراته ويغير الورد، يعني لو لقيت الورد متغير يبقى اخوه لسه عايش. لكن بيلاقي ان الورد مش متجدد، يعني كده اخوه ما جاش. شويه وبنشوفه بيتعشى مع مامته اللي قلبها محروق، وبتحكي له ان اخوه سابهم علشان كان زعلان منها، خصوصا ان هي مش امه الحقيقيه، لكن الحقيقه ان هي ربت الاتنين وبتحبهم زي بعض. وبتقول له ما تنساش انك كنت هتموت لولا ان اخوك ضحى واداك كليه من عنده. وهانج بيقول لها انه بقاله اكتر من ساعتين بيدور، ولولا اخويا قبل رشوه علشان يساعد في علاج مراته ما كانش وقع نفسه في المشاكل. لكن بيتندم وبيقول ان اخويا لو ما كانش اداني كليته كان ممكن يبيعها علشان يعالج مراته وما كانش اخد الرشوه. وبيقول لها على اي حال اكيد مات، لانه لو عايش كان على الاقل هيتواصل معانا. في الوقت ده وفي مدينه الملاهي سيول بتستقيل من شغلها كارنوبه، وخلال خروجها بتشوف بينقلوها لعربيه الاسعاف، طاقيتها الفراوله بتقع منها. وفي المستشفى بيتصدم الاب ان السرطان اتمكن منها، والحل الوحيد عمليه جراحيه عاجله، لكن المشكله المبلغ كبير والاب صعب يوفر المبلغ ده في فتره قليله كده. ولما بيخرج بتدخل سيول وبتكون حزينه جدا على البنت وبتسيب لها الطاقيه بتاعتها وبتمشي. بنرجع لسيونج في الفندق، بيجيب دكتور بيقلع له ضرس مش محتاج يتقلع، وبيركب له ضرس صناعي فيه جهاز تتبع، وبيطلب من الجميع يتجمعوا عند نادي HDH. وقبل ما بيتحرك بيتصل ببنته اللي بقاله سنين ما تعرفش عنه حاجه، لكن بتفتح ولسانه بيتشل ومش قادر يرد ولا عارف يقول ايه. ما بيكونش عايز يظهر في حالته ديت غير بعد ما ينتقم يا صديقي. والبنت زي ما يكون قلبها حاسس ان باباها على الخط، وبتفضل تقول انت بابا انت بابا، بس سيونج ما بيكونش عنده شجاعه انه يرد. بالليل بقى سيول بتتصل بالرقم اللي على الكارت وبتسجل في اللعبه، بعدها بتحرق الكارت وبتحرق معاها الرسمه اللي الطفله اديتها لها. اليوم ده بيكون عيد الهالوين، وفي نادي HDH بيكون في حفله كبيره يا صديقي، الكل لابس اقنعه متخفي، يعني فرصه مثاليه للقاء السري. هانج بيستنى بره والسيونج بيدخل مع وون، وبيبتدوا يدوروا على الحرس المقنعين ولابسين وردي. وون بيكون كوميدي قوي يا صديقي وفرحان بالاجواء هناك. فجاه هانج بيلمح الحرس داخلين فبيدخل وراهم وبيهدد الامن علشان يصدقوا انه شرطه وبيدخله. بنرجع لسيونج اللي مش بيلاقي الحرس، لكن الحرس هم اللي بيلاقوه، واحد منهم بيتحرك وسيونج وراه. اما وون بقى فبيصعقوه بالكهرباء وبيفقد الوعي. بيخرج الحارس من الباب الخلفي وسيونج وراه، وفي عربيه ليموزين مستنياه، فبيقرب وبيركب العربيه بثقه وبتتحرك بيه. لحظتها كل الفرق بتركب وراه لانهم بيحددوا مكانه من الجهاز التتبع، ومش هيقدروا يهجموا غير لما سيونج يديهم الاشاره. بنرجع لسيونج في الليموزين اللي بتكون واسعه وفيها حصاله ذهب على شكل خنزير بيخرج منها صوت، واول ما بيسمعه بيعرف ان ده صوت مدير اللعبه، وبيقول له بالرغم ان ركبت العربيه ديت قبل كده لكن اول مره اخد بالي ان هي بالفخامه دي. والمدير بيقول له كان لازم تركب الطياره وتبعد يا سيونج لما جات لك الفرصه. فبيرد سيونج كنت عايز اقابلك. ولما المدير بيساله عايز مني ايه، سيونج بيرد ان هو عايز يوقف اللعبه. فبيرد الصوت بسخريه احنا مش بنجبر حد على حاجه يا سيونج، انت مش ديمقراطي ولا ايه يا جدع؟ اللعيبه بيدخلوا بارادتهم وطول الوقت بيكون عندهم حريه الاختيار، وبعدين انت مزعل نفسك عليهم ليه؟ دولت مجرد حساله زباله، يعني حمل كبير على الارض لازم نتخلص منه. وبيقول له جمله خطيره يا صديقي، هو ان طول ما العالم مش بيتغير لعبه الحباره هتفضل مستمره. في الوقت ده رجال سيونج بيلاحظوا ان الليموزين بتلف في دواير وبيحاولوا يوقفوها. فجاه القناص بيفجر كاوتش عربيتهم، وبسرعه البرق بيفرقع لهم باقي الكاوتشات، والسيونج بيخرج المسدس وبيهدد السواق وبيطلب منه يقف، وبيضرب الرصاصه لكن العربيه مصفحه من جوه وبره. والصوت بيقول له يا غلبان اوعى تكون فاكر يا سيونج انك تقدر توقف اللعبه بحته مسدس. امنيتك ايه بقى علشان خدت اكتر من وقتك؟ والسيونج في اللحظه ديت يائس وبيطلب منه يسمح له بالمشاركه في لعبه الحبار مره تانية، وبيقول له لو دخلتني اللعبه هتستفاد كتير لان عملاء الVIP بتوعهم هيحبوا يتفرجوا على الفايز السابق للمره التانية. والصوت بيساله فاكر انك هتقدر تغير العالم يا سيونج؟ فالسيونج بيقول له بثقه اسمح لي بالمشاركه وهثبت لك. المدير بيوافق وبيخليه يشارك، وبيقول له بس علشان اثبت لك ان العالم مش هيمشي زي
زي ما انت متخيل. وفي النهايه بيوافق ان سيونج يرجع للعبه، وبيتسرب الغاز في الليموزين فبيفقد الوعي سيونج. بعدين الحاجز بينزل وبنكتشف ان مدير اللعبه بنفسه راكب في الكرسي اللي قدام، وبيقول لسيونج لاعب 456 اهلا بك للمره الثانيه في لعبه الحبار. اما بقى ظابط هانج وباقي الفريق بعد فشل الخطه بيقرروا يستخدموا الخطه ب، وبيكونوا لسه عارفين مكان سيونج من جهاز التتبع. وفي نفس الوقت سيول بتسلم نفسها لاداره اللعبه، وبيدخلوا كونترات في عربيات نقل كبيره علشان يلبسوا لبس اللعبه. سيول مش بتلبس لبس اللعبه العاديه دي، بتلبس بدله الحرس الورد والقناع. وهنا يا صديقي عايزك تستعد معايا لان الاحداث بقت نار، وازاي سيول بقت حارسه في لعبه الحبار، وايه هدفها، كمان ايه هي الخطه ب اللي هينفذها هيونج والفريق، وايه مصير سيونج بعد ما اتقبض عليه. فشد الاحزمه من تاني علشان تستعد لجرعه من الدوبامين. شويه والفريق كله بيتجمع في المينا، وهانج علشان العدد كبير بيأجر مركبه تانيه مع مركب الصياد بارك، اللي بيكون مستغرب ان هانج جاي له المره ديت مكلف ومعاه جيش، بالرغم ان اخر مره كان مقرر ما يرجعش تاني. المجموعه بيقسموا نفسهم على فريقين وبيتحركوا على مسافات، بيتحركوا في اتجاه جهاز التتبع بتاع سيونج، وبيكونوا متاكدين ان في طريقهم للجزيره اللي بتتعمل فيها اللعبه. بنرجع لسيونج اللي بيفوق يا صديقي، وبيلاقي نفسه رجع لنفس المكان اللي كان فيه من سنتين، نفس الاوضه، نفس السرير، نفس البدله الخضراء، ده حتى يا صديقي نفس الرقم 456. لحظتها الحرس بيدخلوا وبيعلنوا ان المنافسه عباره عن 6 العاب هتتعمل على مدار 6 ايام، واللعيبه بيصوروا عايزين لبسهم واغراضهم، بيكونوا حاسين انهم مخطوفين. واللاعب 333 اللي شافوه رجال سيونج بيلعب مع المندوب في المترو بيكون موجود، وبيطلب انهم يسمحوا له بالخروج لانه عنده شغل، وبيقول لهم ان هو بيشتغل في البورصه. انتوا عارفين ان الوقت محسوب عليا بكام؟ لكن الحرس بيصدموه وبيقولوا له محسوب بكام يا غلبان، انت فاكرنا ما نعرفكش؟ اشحال لو ما كنتش فشلت في قناه اليوتيوب بتاعتك. ده هنا بيكلمنا انا كمروان ولا ايه بالظبط؟ المهم يا صديقي بيقول له بعد ما اقنعت مشتركينك بالاستثمار في عمله رقميه جديده زي البيتكوين كده، والنتيجه ان العمله وقعت وحتى فلوسها خسرتها. وبدا الحرس يكشف ديون كل واحد فيهم، وكلهم مديونين وظروفهم صعبه يا صديقي، مليارات ضايعه. واحد فيهم بس خسر 10 مليار ومديون ب5. والحرس بيقول لهم انتوا اللي اتصلتوا بينا، اشتركتوا بارادتكم ومحدش اجبركم، ولو عايزين تمشوا دلوقتي برضه محدش هيمنعكم، لكن مش تعرفوا الاول الجايزه كام. وفجاه بتنزل من السقف حصاله شفافه زي اللي كانت في الموسم الاول، كون الحصاله كبيره فده بيخليهم يتسالوا عن قيمه الجايزه، فبيعرفوهم ان هي 45.6 مليار وين. مع كل مرحله جديده هيزيد مبلغ في الحصاله، والمجموعه اللي هتفضل للاخر هيكسبوا ال 45 مليار ين. وبيعرفوهم ان في اوبشن جديد اضافوه في اللعبه، خيار خاص ما كانش موجود قبل كده، هو ان بعد كل مرحله هيكون للاعبين حريه التصويت، يا اما يكملوا يا اما يوقفوا اللعبه، والفلوس اللي موجوده هتتقسم عليهم بالتساوي. خلال ده بيكون في عجوزه مشاركه رقمها 149 وبتجري على اللاعب 7 وبتضربه بالقلم وبتساله ايه اللي جابك هنا يا حمار، علشان نكتشف ان هي والدته وشاركت في المسابقه علشان تسد ديون ابنها، والابن كمان ما كانش يعرف انها هنا وكان جاي يشارك علشان يسد نفس الديون. الام بتترجاه يمشي فبيهديها وبيقولها ديت مجرد لعبه، وبيوعدها انهم هينسحبوا بعد اول مرحله بحيث يكونوا جمعوا فلوس الدين. وهنا الحرس بيطلبوا من اللاعبين يمضوا على موافقه المشاركه، واللي مش عايز يلعب يقول دلوقتي، وبيأكدوا ان هيكون في فرصه تانية للانسحاب لكن بعد كل مرحله. احنا قلنا ان اللاعب 333 كان يوتيوبر سابق وخسر فلوسه وخسر ناس كتير في العملات الرقميه، ومنهم اللاعبين 240 و124 اللي بيقربوا منه وما بيصدقوا يقفشوه وبيهددوه وبيلوموه لانه سبب اتخرب بيتهم وخسروا ملايين الملايين، واضطروا يشاركوا في اللعبه دي علشان يسدوا ديونهم لانه هو اللي قال لهم يستثمروا. بس اللاعب 330 بيرد ان ده كان اختياركم ومحدش اجبركم، لكن اللاعب 230 بيقول له يا جدع بذمتك انت مصدق نفسك؟ احنا صدقناك، انت نسيت انك اقسمت لنا بشرفك ان العمله دي هترتفع وهترفع فلوسنا وهتتضاعف في ايام. فبيرد اللاعب 333 وبيقول لهم ان العمله رفعت بالفعل، بس انتوا اللي طمعتوا وما رضيتوش تبيعوا، فديت مشكلتك انت. وبعدين انا قلت في اخر الفيديو ان ده قراركم في النهايه وكل واحد يشيل ذنب نفسه، لكن اللاعب 230 بيهدده وبيقول له ماليش دعوه يا عم، المهم انك ملزم ترجع لي ال 500 مليون اللي خسرتهم. انا لو معايا مليون واحد يا صديقي انا هعتزل العالم خالص. وبيقول له يا ريت تحاول تكسب علشان ترجع لي المبلغ بدل ما اقتلك. مفاجاه تانية بقى لما بنكتشف ان اللاعبه 222 هي نفسها البنت الحامل اللي اللاعب 333 حاول يتصل بيها وهي في العياده. بيبتدوا يمضوا على الموافقه وبيبتدوا بالعدد الاكبر 456، وده سيونج اللي بيقرا الموافقه وبيكون مركز جدا مع البنود وبيمضي. وفي نفس الوقت ده على المركب الصياد بارك عايز يعرف ايه اللي بيحصل وايه اللي خلى هانج متحمس اول مره دي ومتفائل انه هيلاقي الجزيره. وهانج بيشرح له ان هو لقى الفايز السابق في اللعبه وتعاونوا مع بعض علشان يقضوا على اللعبه، بس خطفوه ورجعوه يلعب تاني. لكن لحسن الحظ زرعنا له شريحه تتبع وقدرنا نحدد مكانه. واحد من اللاعبين بيقرب من اللاعب 230 وبيتعرف عليه، وبنعرف ان اللاعب 230 كان مغني راب مشهور اسمه الثانوس. فجاه كل اللاعبين بيتلموا وعايزين يتصوروا معاه، بس الحرس بيمنعوهم لان المفروض كل واحد يتصور لوحده، فبيفضوهم ثانوس وبيوعدهم هيتصور مع كل واحد فيهم صوره بعد ما يخرجوا. خلال ده المدير كان بيراقب اللاعبين وهم داخلين وبيمشوا في سلالم غريبه متداخله وملونه وحاجه عظمه يا صديقي. هنا اللاعب 390 بيجري على سيونج وواضح انه يعرفه وبيساله
بيساله ايه اللي جابك هنا، وبنكتشف ان هو صديق طفولة سيونج، والسيونج بيكون مستغرب وبيساله نفس السؤال، وبنعرف انهم ما شافوش بعض من 3 سنين. واللاعب 390 اتزنق بعد ما مراته خدت فلوسه وهربت، وقرر يشارك علشان يسد ديونه، وبيتاسف له ان هو ما قدرش يساعده في فلوس عمليتها، وبيقول له وحياتك يا اخويا سيونج ما كانش معايا فلوس وقتها. اما سيونج بيحذره وبيقول له لازم تفضل جنبي من اول اللعب علشان اقدر احميك، انت فاهم ولا ما انتش فاهم؟ فبيقول له حاضر يا عم، انت مصعب الامور ليه؟ ما هي العاب اطفال. قال له اسمع اللي قلت لك عليه وخلاص. بنرجع لهانج وباقي الفريق اللي ماشيين ورا الاشاره، واخيرا بيوصلوا للجزيره اللي بتخرج منها الاشاره، لكن بدل ما بينزلوا بيطيروا طياره صغيره كده ويشوفوا ايه اللي موجود علشان يكونوا مستعدين ليه. في نفس الوقت ده بتبدا المرحله الاولى من لعبه الحبار، وبيعرفوهم الضوء الاخضر معناه يتحركوا، اما الاحمر فيقفوا. فالضوء الاخضر للاعبين بيتحركوا، وبتكون في دميه عملاقه طفله كده بتلف بتشوف مين بيتحرك في الاشاره الحمراء، وسانوس بيقرب من اللاعبه 196 وبيعكسها قبل ما تبدا اللعبه. بنرجع لهانج والمجموعه بيوصلوا لمكان الاشاره، لكن مش بيلاقوا سيونج. الاشاره كانت خارجه من علبه مليانه ديدان. صياد بيلاقي جواها الجهاز، والصياد بيقول لهم انا اشتريت العلبه دي من بائع متجول على السطح. مع بدايه اللعبه سيونج بيجري قدام المجموعه وبيصرخ فيهم بيقول لهم اسمعوا، وبيعرفهم ان اللي هيتحرك بعد الضوء الاحمر والدميه هتلمحه هتمرجحه، يعني هتقتله من الاخر. لكن الجميع بيسخر منه وبيفتكروا بيهزر، ده في منهم اللي بيبالغ وبيفتكروا بيقول كده علشان يكسب الفلوس لوحده. خلال ده المدير كان بيروق على نفسه في المكتب وبيتابع، وبتبدا اللعبه والمفروض يوصلوا للخط الاحمر قبل 5 دقايق. وبالرغم ان ما كانش في حد مصدق سيونج، بس بيسمعوا كلامه وتوجيهاته لانه واضح انه فاهم قوانين اللعبه، والسيونج كان بيوجهه. لحد هنا كانوا بيتقدموا بسلام ومفيش مشاكل، لحد ما بتظهر النحله وبتقف على رقبه اللاعبه 196 اللي كان معجب بها سانوس، وبمجرد ما بيعرفها ان في نحله بتتفزع وبشكل لا ارادي بتتحرك، ولما ما بتلاقيش حاجه بتحصل بتفرح وبتقول ان كلام سيونج مش حقيقي. غلبانه يا صديقي. لحظتها بتجيلها طلقه بتفرتك دماغها على وش سانوس اللي بيبلم. لاعبه تانية بيشوف الجثه وبتنهار وبتصرخ فبتتحرك فبتتقتل، والفزع بينتشر، وبدافع الخوف مجموعه كبيره بتبتدي تهرب، لكن كلهم بيتقتلوا يا صديقي. مفيش رحمه هنا، القوانين لازم تتنفذ مهما كان. والمفاجاه ان واحده من الحرس اللي بتضرب بتكون سيول يا صديقي، البنت الرهيفه بتاعت مدينه الملاهي. بعد ما شافوا بعينهم بيصدقوا سيونج وخايفين يتحركوا بدون تعليماته. لحظتها سانوس بيفتح الصليب اللي لابسه علشان نكتشف ان هو مخزن البرشام بتاعه. الواد كان مدمن وبياخد حبايه ملونه وبيبلعها، وسيونج بيحذر الباقيين لو ما عدوش الخط الاحمر في الوقت المحدد كلهم هيموتوا، وبينصحهم يصطفوا ورا بعض في كذا طابور، لان الروبوت مجرد حساس حركه مش بيشوف غير اول واحد. وسيول بتلمح اللاعب 246 وبتكتشف انه رسام ابو الطفله المريضه ايم، فاكرينه يا صديقي اكيد. في الوقت ده اللاعبه 222 الحامل بتمسك بطنها وبتتشبث في الست اللي قدامها اللاعبه 149. فجاه سانوس الحبايه اللي اخدها بتشتغل، واول ما الحماس بيدب بيزق اللي قدامه في الطابور وبيسبب في موتهم يا صديقي. والغريب ان هو كان مبسوط وبيستمتع باللي بيعمله. بتمر الدقايق وبيقع المزيد من الضحايا، لكن بفضل توجيهات سيونج بينقذ اغلبهم وبيوصلوا لخط النهايه. لكن بيكون في واحد مضروب في رجله بس لسه عايش، فسيونج بيقرر يجري علشان ينقذه بالرغم ان عدى الخط الاحمر، واللاعبه 120 بتبتدي تساعده، وبالفعل بينجحوا انهم ينقذوه على اخر لحظه. لكن سيول بتنشن عليه وبتقتله، وبعد ما اللعبه الاولى بتخلص بيرجعوا لسريرهم مرعوبين بعد اللي شافوه. والحرس بيعلن ان 91 لاعب اتصفوا، يعني تقريبا ربعهم اتقتل في المرحله الاولى بس. امال لو ما كانش معاهم سيونج كان هيموت كام يا صديقي؟ العجوزه رقم 149 بتنزل على الارض مع ابنها رقم 7 وبتتوسل علشان يخرجوهم، وبينضم اغلب اللاعبين. لحظتها سيونج بيتقدم بشجاعه وبيقول للحرس ان في بند في العقد بيسمح لهم نعمل تصويت على المغادره، ولو الاغلبيه وافقوا على وقف اللعبه الالعاب هتقف. والحارس بياكد الكلام ده وبيوافق، لكن بيقول لهم لازم تشوفوا الجائزه الاول قبل ما نعمل التصويت. بيغريهم يعني. وبتبتدي تنزل الفلوس في الحصاله، وبيكونوا 9 مليار بوينت 1 وين، واللي هيتقسموا بين 365 لاعب لو مشوا دلوقتي، يعني كل واحد فيهم هياخد حوالي 24 مليون وين بس. واحد بيسالهم انتوا مش قلتوا ان الجائزه 45 مليار؟ فبيرد الحارس ان ال 45 دولت لو كملتوا للمرحله الاخيره من المنافسه. وبنفهم ان كل شخص بيموت بيزودوا 100 مليون. بعد ما بيشوف الفلوس بتبتدي تتغير النفوس، ومجموعه كبيره منهم بتقرر ان هي تكمل للمرحله الثانيه، على الاقل يموت عدد اكبر ويزودوا المبلغ. في اليوم الثاني بيبدا التصويت ما بين الفريق الاحمر اكس اللي عايز ينسحب والفريق الازرق او اللي عايز يكمل. سيونج وهو رايح للازرار اللاعبه 44 بتقول له ده كله ملهوش لازمه، موتنا متكرر من يوم ما اتولدنا. والسيونج بيصوت بالاكس علشان يوقف اللعبه وبيروح للجانب اللي فيه اكس على الارض. اللاعبين بيكملوا التصويت وبيبان لفتره ان اغلبيه اللاعبين عايزين يوقفوا اللعبه، لكن العدد بيكون شبه متقارب. بعدها فريق او اللي بيكون عايز يكمل بيكون اكتر. سيونج بيحاول يقنع اللاعبين وبيقول لهم ان كلهم هيموتوا، بس اللاعبين بيبتدوا يهاجموه وبيقولوا له ان الاحسن انك تسكت يلا، لانه بيخوفهم قبل ما حتى يلعبوا، وبيستغربوا ازاي هو عارف نظام اللعبه. لكن الام العجوزه بتدافع عنه، وفي الوقت ده بينشقوا المجموعتين، مجموعه عايزه تكمل والتانيه شايفه اللي بيحصل ده جنون وعايزين يخرجوا. فبيعلي سيونج صوته وبيقول لهم يا جماعه من الاخر انا لعبت الالعاب ديت قبل كده من حوالي 3 سنين، يلا بقى
لان كل الناس اللي كانوا معايا في اللعبه ماتوا الا هو. كلام سيونج بيكون صادم للجميع وبيكونوا قربوا يقتنعوا، لكن اللاعب 100 بيكون رجل اعمال ذكي وحويط وعليه ديون ب 10 مليار، ما بيكونش مصدق سيونج وبيساله ليه واحد زيك ممكن يجي تاني ويعرض نفسه للموت لو كان كسب كل الفلوس دي. فبيرد سيونج ان هو رجع علشان ينقذهم ويقضي على الالعاب ديت تماما. وسانوس بيقول ان سيونج ممكن يساعدهم ويديهم نصايح في كل الالعاب بدل ما يوقفوا الالعاب ويرجعوا بيوتهم. شيطان اقسم بالله، بما انه عارفها واجتازها قبل كده. وخلال ما سيونج بيحاول يقنعهم يصوتوا بالانسحاب، الحرس بيقطعوه وبيقولوا له ان هم مش هيتسهلوا مع اي حد، من دلوقتي مفيش حاجه مسموح بيها تتدخل في عمليه التصويت ولازم يكملوا التصويت. لما بيوصلوا لاخر التصويت النتيجه بتكون 180 لصالح اكس و181 لصالح اول للاستمرار في اللعبه. الصوت الحاسم بيكون عند اللاعب واحد وهو بيقرب من الازرار، التوتر بيزيد والصادم انه بيصوت للاستمرار. بعد ما التصويت بينتهي اللاعب واحد بيلف وبيطلع هو نفسه المدير واخو الظابط هانج. لكن للاسف سيونج ما كانش يعرف هويته الحقيقيه. في المخزن كانوا بينقلوا توابيت مليانه جثث للاعبين المستبعدين، والتوابيت ديت متغطيه وملونه كانها هدايا كبيره، توابيت سودا بشريطه وردي زي الكارت اللي كان في جيب البايع. الحرس بيبتدوا يرفعوها ويحطوها في المحرقه. في الوقت ده سيونج كان قاعد مع صديق طفولته اللاعب 390 اللي بيتحايل عليه علشان ياكل لكنه بيرفض. صاحبه بيقول له ان هو عايز يوصل للعبه اللي جايه علشان يكسب فلوس اكتر، لكن سيونج بيقول له ان اللعبه اللي فاتت كان في واحد قاعد مكانك بيقول نفس الكلام، لكن اللي حصل ان هو مات مع الجميع. المدير المتنكر كلاعب واحد بيقرب من سيونج ومعاه مجموعه وبيسالوه اذا كان هيساعدهم يكسبوا، وبيقولوا ان هو صوت للبقاء بسببه لانه لما قال ان هو كسب قبل كده ادرك انهم ممكن يلعبوا ويكسبوا لعبه واحده كمان وبعدين يمشوا، وباقي اللاعبين اللي حواليهم بيوافقوا. صاحب سيونج بيساله ايه اللعبه اللي جايه، فبيقول لهم ان اللعبه اللي جايه هي عباره عن نحت اشكال من كرسي العسل، وبيكشف انهم يختاروا واحده من 4 اشكال ينحتوها. الاسهل هو المثلث والاصعب هو المظله. فواحد بيتريق وبيقول مين الغبي اللي اختار المظله، فبيفتكر سيونج ان هو اللي اختار المظله. اللاعب 100 الراجل اللي عليه ديون كتير قوي بيقطعوا بيقولوا انه لو كل اللعيبه بقوا احياء الجائزه هتفضل زي ما هي مش هتزيد، وبيقترح انهم يحتفظوا بالنصائح بتاع سيونج لنفسهم علشان مصلحته، لكن سيونج بيرفض وبيقول ان هو جه هنا علشان ينقذ الجميع. وفي ركن كده سانوس وصديقه بيروحوا للاعب 333 اللي كان يوتيوبر وخسرهم فلوسهم، بيحبوا كل شويه يعكننوا عليه وبيضربوه بالغدا في وشه. لحظتها المدير المتنكر بيقرب منهم وبيعرفهم انه ما ينفعش يتصرفوا بالشكل ده. سانوس بيقول له الزعيق ده زعقه في بيتك لاولادك مش لينا احنا يا حبيبي. فبيتعصب المدير وبيروق عليه وبيبدع لدرجه ان الباقيين بيسقفوا له. في الليله ديت المدير بيقرب من سيونج علشان يتكلم معاه لوحدهم وبيقول له انه عايز يعتذر عن اللي حصل قبل كده لما وافق انهم يدخلوا جوله كمان للعب، وبيقول له ان مراته في البيت مريضه وعايزه كبد جديد والاصعب ان هي حامل يا سيانج، وبيقول له ان هو استلف فلوس عشان يدفع تكاليف العلاج لكنه وقع في مشكله لانها اتحسبت عليه رشوه واترفض من شغله، وان دخوله للالعاب ديت كان اخر امل ليه. وبيبكي وهو بيقول ان هو عايز يكسب الجائزه علشان ينقذ مراته وطفله. انا يا صديقي قلبي اتقطع عليه وكنت هصدقه. في الوقت ده الحرس كانوا بيشقوا الجثث علشان يبيعوا الاعضاء، اهو من استنفع واستنفع، لكن كتير منهم بتكون غير صالحه. المشكله بالنسبه لهم ان الجثث بقالها وقت طول ميته وبيكونوا عايزينهم احياء علشان ياخدوهم طازه في طازه، وبيكتشفوا ان الحارسه سيول بتتعمد ان هي تخلص عليهم، وبيبلغوا الضابط المسؤول عن اللي بيحصل اللي بيطلب من الحرس يستدعوها، وبتقول ان هي كانت بتقوم بالمهمه اللي اتكلفت بيها. فبيسالها المدير قد ايه المده اللي عدت من لما تقابله، وبيكشف انه كان من 7 سنين وقتها لقاها في سرير مستشفى بعد ما قتلت فريق كامل من الجيش وهربت من كوريا الشماليه. ده البنت نينجا بقى، عبرت خط الحدود الفاصل من غير اي مساعده، لكنه حس بالشفقه عليها واداها فرصه تبدا من جديد، وبيفكرها ان هي وافقت تعمل اي حاجه يقولها لها لو ساعدها تلاقي طفلها. فبتقول له انت خدعتني وفهمتني ان انا هنا علشان اساعد الناس، بس ده مش اللي بيحصل، وبتسيبه وبتمشي يا صديقي. في مركز الشرطه هيانج بيروح يزور رئيسه القديم في اسم الجرائم الكبرى، وبيكون لسه متضايق، وبيتضايق اكتر لما بيعرف انه عايز يستقيل، وبيحكي له عن سيونج والالعاب والاحداث الاخيره وبيطلب منه مساعدته. ورئيسه بيقول له تاني انت تاني، وبيقول له ان هو مش هيعرف يساعده طالما مفيش اي دليل. لكن على اي حال بياخدوا رئيس الاسم علشان يحكي له عن اللي حصل، وان سيونج و400 شخص مخطوفين على جزيره سريه، لكن الرئيس مش بيصدقه وبيطلب منه مساعدته يقبل استقاله هانج، والمساعد بيروح وراه علشان يتشفع لهانج لكن بدون فايده. وهانج بيخرج من الاسم متاكد ان الشرطه مش هتساعده، وبيتصل بوون بيقول له مش انا قلت لك يا باشا ان الشرطه ديت ولا بتضر ولا بتنفع، وبيقرروا يعتمدوا على نفسهم والفلوس اللي معاهم، وبيشكلوا فرقتين وبيعيدوا البحث من جديد. في اليوم الثاني بتبدا الجوله الثانيه من اللعبه، والسيونج واقف في الطابور وبيختار المثلث، لكن لما بيفتح الغطا مش بيلاقي مثلث واحد، ده بيلاقي المثلث جواه مجموعه كبيره من المثلثات. يعني الموضوع معقد مش بسيط زي ما كان متوقع. لحظتها الجميع بيكونوا غضبانين عليه وبيشيلوه الذنب، احنا قلنا ان انت عيل تافه وبتخرف، وبيقرروا ان هم هيموتوه يا صديقي. لكن فجاه سيونج بيصحى وبيدرك ان هو كان مجرد كابوس. بنلاحظ ان البنت الحامل بتقرب من اللاعب 333، وبنكتشف ان كان في علاقه ما بينهم، الطفل اللي في بطنها يبقى ابنه، وبيقول لها ليه ما اكهتوش زي ما طلب منها، كانها بتقول
بتقوله ان هي قررت تحتفظ بالجنين، وبتقرر ان هي تربي الطفل لوحدها شويه، وبتبدا المرحله الثانيه. وسانوس ابن المجانين بيبلع الحبايه الثانيه وبيقفل الصليب، وبيدخلوا للساحه. ومش زي ما سيونج كان متوقع اللعبه اتغيرت، ده كمان بيطلبوا من اللاعبين انهم يتقسموا الفريق من 5 اشخاص. المدير المتنكر بيقرر ينضم لفريق سيونج، وكمان صاحبه وشاب رابع كان جندي في البحريه، لكن لسه محتاجين لاعب خامس. اللاعب 333 بيحاول ينضم لحبيبته الحامل، وبيقول لها محدش هينضم لمجموعتنا علشان انت ضعيفه، لكنها لسه متضايقه منه وما عندهاش ثقه فيه. والام والابن كانوا بيكافحوا علشان يلاقوا فريق، بس اللاعبين التانيين عايزين الشاب مش امه، وبيقولوا له وزع الحاجه واحنا هنضمك لينا، لكنه بيرفض يتخلى عنها. في الوقت ده فريق سيونج بيلاقي زميله الخامس، لكن في نفس الوقت البنت الحامل بتطلب الانضمام، وبيقبلوها لانهم عارفين ان محدش هيقبلها. وبالنسبه للعجوزه وابنها بتنضم ل2 ستات، وبعدها بينضم لهم اللاعب 44، ودي ست كده عامله نفسها عرافه لكن عليها لسان عايز قطعه. اللعبه بتبتدي وبيربطوا كل مجموعه في رجلين بعض، وفي كل 10 متر واحد من اعضاء الفريق هيلعب لعبه، ولو كسبوا هيتقدموا للعبه اللي بعدها لحد ما يكملوا ال5 العاب. في اللعبه الجديده اللاعبين لازم يتغلبوا على تحديات متنوعه. بتبدا المنافسه ما بين اول فرقتين، وبيكون مطلوب يعدوا 5 مراحل في 5 دقايق بس. رقم 1 لعبه الاظرف يا صديقي، اللي هي الكارت الاحمر والازرق اللي كانوا بيلعبوها. اللعبه الثانيه رمي الحجر، واللعبه الثالثه يا صديقي قفش الطوب، واللعبه الرابعه لعبه النحله، اللي هي لازم اللاعب يلف الحبل حوالين البلبل ويخليه يدور. اما الخامسه فحاجه كده مشرشبه زي الكوره، ومطلوب انك تنططها 5 مرات. لكن الصادم ان اول فرقتين بيخسروا والحراس بيقتلوهم، بعدين بينضفوا المكان وبيتقدم الفريق الجديد اللي بيفوزوا هما الاثنين وبيحموا الباقيين. خلال ده سانوس كان بيستعد وبيفتح الصليب وبيبلع حبايه. الراجل كان مستعد لكل لعبه بحبايه شكل، وصديقه بيكون ملاحظ ان بمجرد ما بيبلع الحبايه ثقته بتزيد والتوتر بيروح عنده، فبيقول له يا زميلي ما تجيب حبايه من الحبوب اللي عندك دي. وسانوس بيديله مش عشان صاحبه، لكن علشان معاه في الفريق وهيساعده على الفوز. وبنلاحظ ان الحرس بيشيلوا الجثث بسرعه، وده علشان الاعضاء تبقى لسه سليمه ويقدروا يبيعوها. وبالرغم ان بيكون في واحد حي لكن بيحطوه في التوابيت. لكن بتيجي سيول وبتصر انها تبص وبتفتح التابوت، ولما بتلاقيه حي بتقتله، وبتكون قصده تعمل كده علشان ما تخليهوش يعاني، وبتخلي في تعليمات الضابط اللي حذرها تعمل كده. الفرقتين اللي بعد كده بيلعبوا، واحد منهم فريق الام والابن مع اللاعب 44 واللاعب 120 واللاعب 95، وكلهم قلقانين. واللعبه بتبتدي في قلب الكارت. البنت اللي معاهم بتعمل معجزه وبتنجزها بسرعه، ورمي الحجر الشاب بيكون مش عارف يركز، لكن مامته بتقول له اعتبر الحجر ده البنت اللي بتحبها وسابتك، فبيسخن وبيبهر الجميع وبيوقعها. اما بقى لقط الحجر بيكون من نصيب الحاجه، وبيكون في حجر هيقع منها، لكن ابنها بيحمسها وبيقول لها اعتبر الحجر ده الست اللي اخذت جوزك منك، فبتسخن الست وبتقدر تقفشها. وفي اللعبه الرابعه اللاعبه ال 44 اللي عامله نفسها بتعرف المستقبل بتحاول تلف البلبل وبتفشل كل مره لحد ما بيكونش في وقت وبتستسلم وبتكتفي بالدعاء. لكن اللاعبه او اللاعب 120 بتضربها على وشها علشان تركز وتفوق، وبتقول لها انا هدفنك مكانك، ده مش وقته ادعيه. وفعلا القلم بيجيب نتيجه وبيعدوا المرحله. واللعبه الخامسه والاخيره كانت من نصيب اللاعب 120، ولازم تنطط الكره 5 مرات. وثانيه واحده صديقي علشان تفهم حاجه، مره احنا بنقول عليها مذكر ومره بنقول عليها مؤنث، لانها اي نعم شكل انثى لكن صوتها صوت ذكر. المهم ان هي بتطلب من كل اللي موجودين في الاوضه يدوروا ظهرهم وما يبصوش ناحيتها وهي بتلعب، وبيبتدوا يعدوا عد الركلات اللي بيسمعوها علشان تفاجئهم، وبتفوز من اول محاوله، وبيقدروا يعدوا خط النهايه في اخر لحظه. بعد كده بيتقدم المزيد من الفرق، فرق اكتر واكتر بتقدر تعدي، لكن في منها اللي بيخسر وبيموت على الاماكن الملطخه بالدماء لحد ما بيفضلش غير اخر فرقتين. واحد منهم بيبقى فريق سيونج، واول 3 العاب بيكملوها من المرحله الاولى، وده اللي بيوفر لهم وقت كتير. لكن في الناحيه المدير بيواجه الصعوبه ومش بيعرف يعدي المرحله، وبيغلط كذا مره وبيضيع وقت كتير، وبعد 3 محاولات فاشله بيبدا يضرب نفسه بالقلم علشان يركز. والسيونج بيحاول يهديه، لكن الوقت اللي فاضل اقل من دقيقه، وفي اخر ثانيه بيعملها البطل وبينجح. مش فاضل غير اقل من دقيقه، وبيطلب من سيونج ينطط الكره 5 مرات ومفيش مجال للاعاده، وبينط الصح لكن على وشك انه يفشل في الركله الخامسه. والمدير بيدرك ده وبيمد رجله وبيساعده، واخيرا بيتمكنوا من عبور خط النهايه على اخر ثانيه يا صديقي. اما الفريق التاني فبيفشل وبيتم تصفيته. بعد اللعبه التانيه الفريق كله بيتناقش، والام بتسال ليه اللاعب 120 طلبت من الجميع يلفوا ظهورهم لما كان دورها، فبتقول ان هي مش حاسه بالاكتمال لسه، وان هي عايزه تعمل بعض العمليات الجراحيه للتحويل الكامل، وان وجود الناس وهم بيبصوا لها بيخليها تحس بعدم الارتياح. يعني من الاخر كده راجل وشارك في المسابقه علشان يعمل عمليه ويتحول لست، يعني دخل المسابقه علشان يتحول لست يا صديقي. في الوقت ده الحرس بيرجعوا لاوضهم، لكن 2 منهم بيهجموا على الحارسه سيول وهي داخله، واللي في غرفه الكنترول بيغطي عليهم علشان ما يتكشفوش. وسيول بتحاول تقاومهم، لكن واحد منهم بيطلع سكينه وبيعورها في وشها، وبيديها تحذير اخير انها تبطل تتدخل في طريقهم، واوعي تفكري انك تتحدينا يا بنت انتي، فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ شويه والحرس بيدخلوا وبيعلنوا عن نتائج المرحله الثانيه من اللعبه، وال9 مليار اللي في الخزنه بيزيدوا وبيبقوا 20. يعني لما تتقسم على ال 255 لاعب اللي فاضلين كل واحد منهم هياخد 73 مليون. والله حلوين نعمه ورضا، لكن طمع الانسان بقى هنقول ايه يا صديقي؟ عدد كبير من اللاعبين بيكونوا غضبانين
هربانين، وكانوا عايزين العدد اللي ماتوا يكون اكبر علشان المبلغ يزيد. وبيبتدي التصويت اذا كان هيكملوا ولا هينسحبوا، والمدير بيبتدي يصوت وبيصوت اكس المره دي، وبيقول ان هو عايز يتوقف ويروح للمستشفى ويكون مع مراته. وفي ظل ان باقي الفريق كانوا مؤيدين، لكن صديق سيونج تحس ان هو متردد، والام بتتوسل لابنها يختار الانسحاب، وبتقول له لو خرجنا فالمبلغ اللي هناخده هيسد ديونك وهيفضل منه جزء نفتح منه دكانه تحت البيت. لكن العيل الجاحد بيصوت للبقاء، والراجل اللي عليه دين بقيمه 10 مليار بيتقدم وبيقول لي 73 مليون لكل واحد مش هتغطي ديونهم، وانهم بحاجه للاستمرار في اللعب، وبيقولوا انهم لو لعبوا مرحله تانية ممكن يبقى نصيب كل واحد فيهم 240 مليون على الاقل. والاغلبيه يا صديقي بيأيدوه وبيقولوا انها مجرد لعب اطفال، ومجموعه من اللاعبين بتبدا الهتاف وبيطلبوا الاستمراريه. التصويت بيستمر، والمره دي النتيجه ما بتكونش متقاربه، 139 صوت للاستمرار و116 بس صوتوا للمغادره. ده حتى صديق سيونج صوت للبقاء. شويه وبنشوف الابن بيقول لامه تسامحه لانه اضطر يصوت للبقاء لان الجائزه ما كانتش كافيه لتغطيه ديونه، وبنكتشف ان هو مديون ب 100 مليون ومحتاج يدفعها خلال شهر بالكتير او هيتقتل. فبتسال الام اللاعبه 120 ليه صوتت للبقاء، فبتكشف انها راجل لكن طول عمره عنده ميول انثوي، ولما عرف الجميع ان هو عايز يعيش كست وبدا في التحول اتغير كل شيء، فقد الوظيفه بتاعته كجندي، اختفوا اصدقائه، وتراكمت الديون واصبحت الحياه اصعب. وبتقول ان هي هتلعب مره تانية وبعدين هتاخد الفلوس وتسافر لتايلاند علشان تكمل عمليه التحويل وتبدا حياتها من جديد. فريق سانوس بيجتمع ضد الراجل اللي استثمره في العملات الرقميه، متضايقين منه لانه صوت للمغادره، وسانوس بيقولوا ان هو مديون له ب 500 مليون، يعني لازم تستمر وتكسب والا هيقتله. اول ما الانوار بتتفي بيقوم سيونج بتحسين فريقه وبيكشف ان قتل الناس التانية بيضيف برضه فلوس للخزنه، علشان كده طول ما الدنيا ضلمه فمفيش فيها امان، لان ممكن الفريق التاني يقتل حد فينا عادي، ما هم اندلوا يعملوها برضه. لكن المدير ما كانش مصدقه، والسيونج بيوضح له ان مفيش حد فاهم المكان ده زيه لان هو شارك فيه قبل كده. في الوقت ده الام بتقوم علشان تدخل الحمام، وابنها ما كانش عايزه تروح لوحدها، لكن الام بنت اللذينه كانت مأمنه نفسها ومدخله ممنوعات يا صديقي، اتاريها مخبيه سكينه في مشبك شعرها، وبتطمن ابنها انها تقدر تحمي نفسها كويس قوي. وخلال تحركها البنت الحامل بتكون تعبانه وبتروح معاها، لكن الحرس بيمنعوهم وبيقولوا لهم مواعيد الحمام بتبدا الصبح، لكن الحامل بتكون مريضه جدا، والام بتتوسل للحارس وبتقول له يا اخي اعتبرني زي امك، فبيسمح لها بس علشان يخلص من زنها. واللاعيبه 120 بتستغل ده وبتطلب تروح معاهم. وخلال ما سيونج مطبق لحراسه الفريق، صديقه بيصحى وبيعتذر له لانه ما سلفوش فلوس لما كان عايز يعمل عمليه والدته، وبيأكد له ان هو ما كانش معاه فلوس وقتها، لكن سيونج بيقول له ان هو مقدر الظروف ومش زعلان منه. وصديقه بيستغرب وبيقول له رجعت ليه؟ كان المفروض بالفلوس اللي انت كسبتها تبدا حياه جديده. فبيوضح سيونج ان هو رجع علشان يضمن خروج الجميع احياء وعلشان يحط حد للعبه مره واحده وللابد، لكن دلوقتي حاسس ان هو مش قادر يعمل كده. وخلال ما بيسترجع ذكريات الماضي، المدير ما كانش نايم، كان صاحي رايق وفايق وبيستمتع باللي بيحصل حواليه. شخص سادي، يعني هو من اصحاب مخترعين اللعبه، وعلشان يستمتع اكتر قرر ينزل يلعب معاهم. في الحمام بقى الام مستنيه البنت الحامل تخرج، ولما بتتاخر بتقلق عليها وبتنده لها، لكن مفيش حد بيجاوب، فبتدخل تطمن عليها وبتلاقيها قاعده بتعيط، مش علشان تعبانه من جسمها لكن علشان خايفه من اللي جاي. وفي مكان تاني هانج والفريقين بيجتمعوا على المركب علشان يكملوا رحله البحث عن الجزيره. في اليوم التاني اللعبه التالتة على وشك البدء، وسانوس وصاحبه واخدين حبوب زياده عشان الباور يزيد شويه، وبتتفتح الساحه وبيطلبوا من اللاعبين يطلعوا على المنصه اللي في النص، والداهيه ان المنصه بتلف بيهم، فتح يا ورده قفل يا ورده، وهكذا يا صديقي الاغنيه شغاله، والمفروض انها في لحظه معينه تقف والصوت اللي بيكلمهم هيقول لهم رقم، والمطلوبه ان اللاعب يعملوا فريق من نفس الرقم اللي اتقال، وعندهم 30 ثانيه يدخلوا من باب من ال50 باب اللي حواليهم، ولو ما عرفوش يلحقوا في الوقت او عدد الناس اللي في الفريق غلط هيطيروا بره اللعبه وبره الحياه نفسها. الموسيقى بتشتغل والمنصه بتبتدي تلف، والقلق والتوتر كل مدى بيزيد. دلوقتي اللعبه ديت مختلفه، ولازم اللاعيبه يبقوا سريعين ومنظمين وهم بيعملوا الفريق، وبيكون التحدي هنا في التعاون والسرعه وفي اخذ القرارات الصحيحه في الوقت المحدد. والمطلوب انهم يقسموا نفسهم لمجموعات، كل مجموعه 10 اشخاص، ويخشوا اوضه ورا الابواب اللي حواليهم ويقفلوا الباب قبل ما يعدي 30 ثانيه. فريق سيونج اتجمع معاه فريق الام وابنها وجريوا على الاوضه، وبمجرد ما بيخلصوا 30 ثانيه كل اللي بره بيتم قتله بطريقه بشعه صديقي، تحس ان هم بيلعبوا بابجي. في الدور اللي بعده المنصه بتلف وبعدين وقفت، طلبوا فريق من 4 لاعبين بس، فبيضحي المدير وبيسيبهم وبيطمنهم انه هيتصرف، لكن برضه سيونج كان قلقان وخايف عليه، لكن بنكتشف بعدين ان هو بخير ونفد منها. الدور اللي بعده بقى بدأ، فتح يا ورده قفل يا ورده، والمره ديت الفريق لازم يبقوا 3 لعيبه بس. فريق سانوس اللاعب 125 غدر بالبنت اللي في فريقهم وسابوها تدور على فريق لوحدها صديقي. الام وابنها بقى كانوا عاملين فريق وبيدوروا على حد تالت، لكن 2 سحبوا الابن بعيد علشان يكملوا فريقهم، والبرنس بيسيب نفسه ليهم وبيتخلى عن والدته يا صديقي، والام مكانها مش مستوعبه، لكن فجاه المدير والسيونج بيمسكوها وبياخدوها معاهم. في الاوضه المدير بيسال الام عن ابنها وازاي يتخلى عنها، فبتقول له انت تخرس خالص، ابني ما تخلاش عني، احنا بس افترقنا عن بعض بسبب الزحمه، وبتكون متعصبه جدا من المدير
عشان يتكلم على ابنها بالطريقه دي، وبتقول لي ابنها شخص كويس مش وحش. والمدير وسيونج بيكونوا متاثرين جدا، كما انت عظيمه ايها الام. بعدين بيخرجوا وبيرجع لابن لامه وبينهار في البكاء وبيعتذر لها، فبتسامحه وبتاخده في حضنها. صديقي بتبدا الجوله الثالثه، والمره دي مطلوب ان كل فريق يبقوا 6. اللاعب 120 الصغير ده جون لي، الام وابنها، واللاعب 95 بيحاولوا يوصلوا للاوضه، لكن فجاه حد بيدفع اللاعب 95 وراجل العملات زق نفسه وقفل الباب في اخر لحظه، وساب اللاعبه 95 لوحدها بره بتتفرج عليها وهي بتموت، وبتترجاهم يفتحوا. ولولا اللاعب 333 دخل الاوضه كلهم كانوا هيموتوا، علشان اللاعب 95 ما كانش هيلحق يوصل في الوقت المناسب، وكده كانوا هيبقوا 5 لاعيبه بس. الجوله الاخيره بتبدا، والمدير متوقع ان المره دي هيطلبوا 2 لاعيبه بس علشان يفضلوا 126 لاعب و50 اوضه بس، يعني في مكان ل 100 لاعب بس، و26 لاعب هيطيروا بره لو ما كانوش صراع كفايه. وطلع عنده حق يا صديقي، الصوت بيأمر اللاعبين يعملوا فريق من 2. المدير وصاحبه سيونج بيجروا على الباب، بس صاحبه اتشد لتحت من لاعب تاني، فبيحاول يوصل للاعب واحد، والبنت الحامل دخلت الاوضه مع صاحبها القديم اللاعب 333. اما اللاعب 120 فبيتحد مع الراجل اللي بيلعب علشان حياه بنته، والام وابنها قدروا يفضلوا مع بعض المره دي. وكمان المارينيس الصغير مع سيونج، وصاحب سيونج كان هيفشل وهو بيحاول يلحق المدير، والمدير بيشد لاعب من الاوضه وبيسمح لصاحب سيونج يدخل، بس كان في راجل في الاوضه شريك الراجل اللي اتشد، وبيرفض ان هو يخرج وبيقول انا هنا من البدايه. فاللاعب رقم 1 حرفيا كسر رقبته وقتله بدل ما يموتوا كلهم. الغايه تبرر الوسيله يا صديقي، وزي ما توقع المدير ما بيفضلش غير 100 لاعب واللعبه بتخلص. في الوقت ده هانج والفريق اللي معاه كانوا عاملين ملحمه، وكل جزيره كانوا بيعدوا عليها كانوا بيلفوا عليها بالطيارات اللي معاهم على امل يلاقوا اي دليل او اي حركه تكشف مكان اللاعبين، وبيحاولوا يخلصوا من كل الجزر اللي اتفحصت علشان يضيقوا نطاق البحث عن الجزيره الصح. بنرجع للاعبين، واللاعب 333 بيسحب البنت على جنب وبيقول لها لما يخرجوا لازم يبداوا من الاول حياه جديده مع بعض، وبيقترح انهم ممكن يجمعوا ارباحهم ويسدوا ديونهم ويبداوا يستثمروا تاني، لكن كلامه بيستفزها وبترد بغضب وبتقول له يسد ديونه لوحده وانها تستخدم فلوسها علشان تربي ابنها. في الوقت ده فريق سيونج بيبدا يحسب الاحتمالات مع اللاعبين اللي لسه عايشين، وبيأملوا انهم يكسبوا التصويت اللي جاي علشان يخرجوا، والمدير بيقول لهم ان هم محتاجين يهدوا ويركزوا، لكن سيونج بيقول لهم ان هم محتاجين يجذبوا اللعيبه لصفهم، لكن المدير بيحذرهم ان ده ممكن ينتهي بعنف لان الفريق التاني مش هيسكت. وهنا الحرس بيدخلوا علشان يعلنوا عن نتائج اللعبه الثالثه. 356 مليون في الخزنه، يعني كل واحد هياخد لوكشه فلوس. دلوقتي هيبدا التصويت للبقاء او المغادره، ومعاهم حظر صارم لاي اعمال شغب. في الوقت ده هانج في البحر بيلاقي حاجه ملفته على الطياره، لكنهم مش قادرين يقربوا كفايه علشان يشوفوا بوضوح، فبيقرروا ينزلوا على رجليهم. بنرجع للعبه، وبعد النتائج الحرس بيرجعوا لغرفتهم، وبيجي واحد من الحرس اللي هاجم الحارسه 11 قبل كده وبيقول لها كملي في شغلك كويس والا نهايتك مش هتكون حلوه يا عسل. التصويت هيكون اكس للخروج واول للبقاء. فريق الاكس محتاج 7 لاعبين يغيروا تصويتهم علشان يقدروا يوصلوا للتعادل مع الفريق او، وبتحصل شويه تغييرات في التصويت الجديد، من ضمنها الشاب اللي كان منضم لفريق سانوس قرر ينضم لسيونج بعد ما خانوه ما كانوش راضيين يدخلوه معاهم في الاوضه، وكمان العضوه الانثيه ديت بتنضم لفرقتهم. في مكان تاني هانج والفريق بينزل على الجزيره وبيتحركوا على رجليهم علشان يستكشفوا المكان، ولما بيوصلوا للمكان بيفتحوا الفتحه اللي بتودي تحت الارض، لكن بيحصل انفجار ضخم بيقتل منهم 2 واتاري معمل لهم كمين. بنرجع للتصويت، التلات لاعيبه اللي فاضلين من مجموعه اول الاستمرار في اللعيبه. الابن لما بيطلع يصوت، المره اللي فاتت صوت للبقاء وخذل امه، لكن المره دي هي متاكده ان هو هيصوت للخروج وفعلا بيعمل كده. دلوقتي بس فاضل اللاعب 6 واللاعب 1، الاتنين صوتوا للخروج المره اللي فاتت، لكن المره دي اللاعب 6 بيصوت للبقاء. دلوقتي محتاجين المدير يصوت للخروج مره تاني علشان يحافظوا على مستوى الاصوات. لحظتها الصديق سيونج بيروح ناحيته وبيقول ان هو قلقان على اللاعب 1، وبيبتدي يشرح له اللي عمله اللاعب 1 في الغرفه في اللعبه اللي فاتت لما قتل اللاعب اللي ما كانش عايز يخرج، لكن اللاعب 1 بيفاجئ الجميع لما بيصوت للخروج، وده بيخلي التصويت متعادل يا صديقي. الحرس بيشرح ان زي ما كان مكتوب في استماره الموافقه في بدايه اللعبه، لو التصويت انتهى بالتعادل اللاعيبه هيضطروا يصوتوا مره تانية، والتصويت اللي جاي هيكون في اليوم الثاني. علينا وعليكم بخير بقى. في المركب بنعرف ان واحد من الرجاله ماتوا في الانفجار والتاني اتصاب بس. الصياد بيقترح انهم يرجعوا علشان المصاب اللي معاهم ويكملوا البحث بعدين، لكن الفريق كان مصر انه يكمل البحث، حتى الشخص المصاب كان متحمس. بنرجع لسيونج اللي بيسال صديقه يكمل اللي كان بيحاول يقوله عن اللاعب 1 لانه ما كانش سامعه، لكن بيقرر ما يقولش حاجه. فريق سيونج كان محتاج انه يقنع واحد من الفريق الثاني انه ينضم ليهم علشان نتيجه التصويت تتغير وينفذوا بجلدهم، لكن الفريق الثاني كان مصحصح والنقاش بيبقى حاد والفريقين بيبداوا يزعقوا على بعض. ولما سيونج بيفتح الاكل بتاعه بيلاقي شوكه جواه، زي ما تكون الاداره بتعمل كده علشان ينهوا الجدال، يعني حد يقتل حد من الفريق الثاني، لكن مش سيونج اللي يعمل كده يا صديقي. لكن شويه والاحداث بتتصاعد في الحمام. سانوس وصديقه بيضايقوا الشاب اللي كان في فريقهم قبل كده وبيحاولوا يرجعوه لصفهم بعد ما غير موافقته وبقى في فريق سيونج، وهنا راجل العملات الرقميه بيتدخل وبيدافع عن الشاب المسكين، فبيهددوا سانوس وبيقول له اخلع منها انت بس دورك جاي قريب، لكنه بيرفض
بيرفض وبيقول له انتوا كده بتخالفوا القواعد وممكن بسهوله ابلغ عنكم الحرس. ولما بيحس ان سانوس وصديقه هيتكتروا عليه بينادي على كل اتباعه للفريق اكس وبيعرفهم ان سانوس بيأثر على اصوات التابعين ليه بالقوه، وسانوس كمان بينادي على فريق او وبتتجمع الاحزاب وشكلها هتبقى قلبان، وسانوس وصديقه بيتكلموا مع اللاعيبه الحامل وبيستفزوا اليوتيوبر اللي بيحاول يهاجم لكن سانوس بيعبيله. الضربه ديت بتشعل المعركه بين فريق او وفريق اكس وكلهم بيبداوا يضربوا في بعض وبتبقى مذبحه يا صديقي. خلال ده سانوس موقع 363 على الارض وقافش في رقبته بفتره وبيقول له بعد ما هقتلك هقتل كمان مراتك وابنك، وكان على وشك انه يخنقه لكن فجاه اللاعب 333 بيرشق الشوكه في رقبته، والشوكه ديت اداها له سيونج علشان يدافع عن نفسه لانه كان عارف انهم هيحاولوا يقتلوه. هنا بقى الكل بيقوم وباقي المتسابقين اللي في الحمام بيسخنوا، وكل ثانيه يا صديقي جثه. على الجانب الاخر في مركبه بارك واحد من الحرس شاف بارك وهو بيخرف في الطياره اللي كانوا بيستخدموها، ولما بيساله انت بتعمل ايه بيرتبك وبيقول له ها انا بس كنت بحاول اتعلم عليها يا زميل، وبيحاول يشتت الحارس اللي كان مركز له، والصادم ان بارك بيغفل الحارس وبيقتله علشان ما يكشفش سره، وبنعرف ان هو ليه علاقه باداره اللعبه يا صديقي ومش بعيد يبقى هو صاحبها اصلا. بنرجع للاعبين وبعد خناقه الحمام كل مجموعه بتبتدي تعد الضحايا من صفها. فريق اكس اللي عايزين ينسحبوا مات منهم واحد، اما فريق او فمات منهم 3. على الوضع ده يبقى فريق اكس هو اللي هيفوز في التصويت، علشان كده سيونج كان متوقع ان الفريق التاني مش هيسكت وهيهجم عليهم في الضلمه علشان يعوض العدد، والمدير بيقترح انهم يسبقوا بالهجوم علشان يكسبوا عنصر المفاجاه، لكن سيونج بيرفض وبيقرر بدل ما يقتلوا بعض يهجموا على الحرس ويهربوا من الجزيره. لحظتها الجميع بيأيدوا وبيستعدوا للخطه. بمجرد ما النور بيطفي فريق او بيقف وبيتسلل ناحيه الفريق المنافس، لكن فريق سيونج كان مصحصح ومستخبي تحت السرير، وبتبتدي المعجنه في الضلمه يا صديقي. معجنه بس ايه، قول حرب عالميه ثالثه، وكله كان عمال يقتل في بعض حرفيا مجزره. شويه والحرس بيبتدوا يدخلوا ويهدوا الدنيا، وهنا بتكون اللحظه الحاسمه. سيونج والرجاله عاملين نفسهم اموات، بمجرد ما الحرس بيقربوا بيهجموا وبياخدوا الاسلحه، والرجاله ما بيصدقوا يمسكوا السلاح وبيقلبوها حرب وبيقتلوا اغلب الحرس، والباقيين بيهربوا وبيقفلوا الباب، لكن واحد منهم بيتزنق والسيونج بيقبض عليه، ولما بيرفع القناع بينصدم ان هو مجرد مراهق صغير وبيصلي يا حبيبي انت اهلك اصلا عارفين انك موجود هنا ولا ايه؟ طب لابس البامبز قبل ما تيجي على هنا؟ رجالتنا الله اكبر عليهم بقى بيكسروا كاميرات المراقبه وبيجمعوا الاسلحه وبيستعدوا للي جاي، لان اللي هيجي على المسنه هيترن، وبيطلب سيونج من المتسابقين ينضم ليه ويستلموا اسلحه، ولو اتجمعوا كلهم ايد واحده محدش هيقدر يقف قدامهم، لكن للاسف اللي بينضم عدد قليل والاغلبيه بيفضلوا مكانهم. واحد من اللاعبين كان ملم بانواع الاسلحه وبيدربهم ازاي يستخدموا الرشاشات. بيتحركوا الرجاله ومعاهم المقنع عشان يوصلوا للقائد. المكان بيكون جميل وغريب في نفس الوقت يا صديقي، تحس انك في كتاب الف ليله وليله كده. شويه وبيصطدموا بالحرس من جديد وبيشتبكوا، وبتكون الطلقات كثيفه لدرجه انهم بيقتلوا الرهينه، فبيدرك سيونج انهم لو فضلوا مكانهم الذخيره هتخلص وبكده هيتحاصروا، علشان كده بياخد صديقه وبيتحركوا ناحيه الاداره، وبيسيب باقي المجموعه تعطل الحرس وتامن ظهرهم. بيتحرك سيونج وصديقه في الطريق والجنود بيهجموا عليهم، وطبعا رئيس اللعبه بيراقب من فوق وبيقول لهم خلصوا عليهم يا حمير، فبيتصل سيونج بالمدير وبيطلب منه الدعم لانهم متحصرين، والمدير بيطلب من واحد يرجع ويلم الذخيره ويلحقهم بسرعه علشان الذخيره اوشكت تخلص. بيرجع الشاب كله شجاعه وعزيمه وبيلم الذخيره بسرعه عشان يلحق اصحابه، لكن لما خرج سمع صوت ضرب نار وحاجه غريبه حصلت له. لحظتها بيتملكوا الخوف وبتشل حركته لدرجه انه بيتخلى عن صحابه وبيرجع وبيستخبى في الاوضه. في الوقت ده المدير بيوصل لسيونج وبيطلب منه يتسحب ورا الحرس علشان يغفلهم، فبيتحرك المدير ومعاه 2 كمان وبيلفوا من ورا الحرس يا صديقي وبيقول لهم خشوا انتوا وانا هحميكم، لكن قبل ما يهاجموا الاتنين بيظهر المدير على حقيقته وبيغدر بيهم وبيقتلهم يا صديقي. والسيونج لما بيكلموا على اللاسلكي بيقول له يا سيونج انا اتصبت وبموت، وبيسمعوا على اللاسلكي صوت الاتنين اللي قتلهم يا قادر. بنرجع لباقي المقاتلين وصاحبهم اللي راح يجيب الذخيره واتاخر، فبيتحرك المتسابق اللي ما تفهملهوش ده وبيروح يشوفها شويه وبيوصل وبيتفاجئ ان صاحبنا كامش وبيتنفد من الخوف، فما بيرضاش يتكلم معاه لانه مش وقته، وبياخد الذخيره من جنبه وبيلف علشان يرجع. في اللحظه دي الحرس بيدخلوا فبيعمر السلاح وبيستعد يلا بقى حي على الفلاح، لكن الام العجوزه بتمنعه وبتقول له هي خلاص خلصت ومفيش داعي تضحي بحياتك، دي الحياه حلوه، وبالفعل بيقتنع وبيخبي السلاح. وبنرجع للمجموعه والحرس بيعرفوا ان الذخيره بتاعتهم خلصت وبيزنقوهم يا صديقي، وكل اللي كان بيستسلم كانوا بيقتلوه بدون رحمه. والسيونج لما بيستسلم بنشوف ان المدير بيجيله لكن مقنع وبيقول له العقاب ليك يا سيونج ان هقتل صاحبك، لكن هسيبك عايش عشان تتندم على اللي عملته. وبيقتله فعلا يا صديقي، والسيونج ما بيكونش مصدق وبينهار وبيقعد يزعق على صاحبه وبيقول له اصحى يا جدع اصحى. وبينتهي المشهد على السيونج وهو منهار وبيصرخ وبيوعد ان هو ينتقم لكل اللي ماتوا، والحرس كانوا بيمنعوه يوصل للمدير اللي بيسيبه مقهور يا صديقي وبيلف ظهره وبيمشي. ديت كانت نهايه الموسم الثاني من لعبه الحبار، واول ما الجزء الثالث ينزل هنكون احنا اول ناس عاملينه على القناه، وبكده تكون رفعت الجلسه. ما تنساش الشير كتير واللايك المتين لان ده بيفرق معايا في انتشار الفيديو. بتحب الاكشن
هتلاقي. بتحب التشويق والغموض موجود عندنا، بتحب الرومانسيه برضه موجود، فاللي جاي كتير. ما تنساش انك تخش على القناه وتشوف كل اللي فات، لانك صدقني كل اللي هتشوفه فوق العظمه. وتكون على استعداد وتفعل زر الجرس وتستنى الجديد، لان الفيديو اللي جاي عظمه يا صديقي. وبس كده، سلام.